قفلت اللابتوب حرفيا دموعي نزلت، ما كنتش مصدق نفسي. انا اتقبلت في اول شغل في البرمجه بدون خبره. تعال اقول لك عملت ده ازاي. انا عارف انك بتقدم على عشرات الوظائف وكل مره يوصل لك نفس الرد، معلش محتاجين حد عنده خبره. طب منين؟ ازاي اجيب خبره من غير ما اشتغل اصلا؟ الموضوع ده انا عشته سنين، رفض بعد رفض بعد رفض، لحد ما لقيت الطريق اللي فتح لي اول باب. والطريق ده مش سر، انت تقدر تمشي فيه، وده موضوعنا النهارده. بس خليك معايا للاخر عشان في النهايه هديك تشيك ليست بسيطه لو طبقتها فرصتك في اول شغل هتزيد اضعاف. السلام عليكم، انا طارق العبد، وهنا بنتكلم عن البرمجه وسوق العمل. في الفيديو ده مش هحكي لك قصه وبس، لكن هخليك تعرف ازاي تبدا اول شغل برمجي حتى من غير خبره، وهديك خطوات عمليه انا نفسي مشيت بيها وغيرت حياتي. بدايتي مع البرمجه ما كانتش ورديه، بالعكس كانت مليانه احباطات. من 10 سنين بدات اتعلم سي بلس بلس وجافا وشويه اساسيات مع حل مسائل بروبلم سولفنج. بعدين دخلت على فرونت اند ويب، كنت عامل زي اللي بيبني حاجه من غير خريطه، توتوريالز من هنا على كتب من هنا، ومفيش حد يوجهك، فمحتاج خبرة وفي نفس الوقت عايز فلوس. بدأت أجرب الفريلانسنج، كنت أفتح موقع زي فريلانسر وأبورك وأقدم على أي مشروع يجي قدامي. الحال وصل بيا إني بقيت أقدم على 5 كمان، أوقات ألاقي عميل يدفع لي مبلغ صغير جدا، أوقات تانية ألاقي نفسي شغال أسابيع وبعدين العميل هوب يختفي عشان كنت بغلط غلطات مش منطقية للأسف. يعني عميل خلاني أشتغل 3 أسابيع كاملين على لاندنج بيج وكام صفحة، ولما جيت أطلب الفلوس هوب اختفى، لا رد على رسائل ولا مكالمات. وغلطتي طبعا اني اتعاملت معاه بره المنصه. ما تغلطش غلطتي. ساعتها حسيت ان مجهودي راح هدر، حسيت انه ضعيف، بس الحقيقه التجربه دي علمتني حاجه: اعمل مشروعك كانه استثمار ليك قبل ما يكون للعميل. حتى لو العميل اختفى المشروع يفضل في البورتفوليو بتاعك، يبان انك قادر تنفذ، وهو ده اللي بيجيب فرص بعد كده. بس هنا بدات اسال نفسي يمكن المشكله مش فيا، يمكن المجال اللي انا اخترته. قلت لنفسي يمكن المشكله في الويب، خلينا اجرب الموبايل. بدات اتعلم اندرويد نيتف بالجافا. فجاه حسيت ان لقيت نفسي اكتر هنا، التطبيقات بتوصل للناس اسرع، الناس بتستخدمها وتنبهر بيها، وخاصه دي كانت مع موجه انتشار الموبايلات الاندرويد، ووقتها كنت جبت اول موبايل اندرويد في حياتي. اتعلمت واشتغلت على ابلكيشنز بسيطه لعملاء حواليا، مطعم ولا مكان بيدير مخازن، لحد ما جالي مشروع كبير 3 شهور شغل مقابل 30,000 جنيه مصري. الدولارات هتلعب وقتها. بالنسبة لشاب في أول الكلية 30,000 جنيه رقم ما يتصدقش. حسيت إني كسرت الدنيا، لكن بعد ما خلص المشروع وقفت قدام المراية وأسأل نفسي طب وبعدين؟ الفلوس حلوة، بس فين الخبرة اللي تخليني أشتغل في شركة وأثبت نفسي؟ وهنا أدركت إن الفلوس مش كفاية، اللي بيبني مستقبلك هو الخبرة المتراكمة. في البداية دور على الخبرة أكتر من الفلوس، لأنها اللي هتجيب الفلوس بعدين. بس هنا اصطدمت بالحقيقة المرة، الشركات مش بتدي فرصة بسهولة. قدمت في شركات كتير جدا واغلبهم حتى ما كانش بيردوا. كتير من الشركات كانت تبص في السي في ولا الهوا. مرة الحمد لله شركة عملت لي انترفيو وشافتني مثالي للوظيفة، لحد ما عرفوا اني في اولى جامعة. ردهم انت ممتاز بس مش هتنفع معانا، احنا عاوزين حد يستمر. عايز اقول لك ان دي لحظة احباط ما تتخيلهاش، لكني الحمد لله طبعا ما وقفتش. طلعت من الانترفيو حاسس ان انكسرت وماشي في الشارع دماغي بتقول يمكن المجال ده مش ليا، لكن فجأة ربنا ألهمني وبقيت أقول لنفسي كل رفض هو درس، يعني مش نهاية. وهي الناس اللي وصلت دي وصلت على طبق من ذهب مثلا. وبالتالي كل مرة تترفض اعمل ريست، ركز على الناقص وطور من نفسك. خد فيدباك من الانترفيو لو اتعمل لك وطوره قبل الانترفيو اللي بعده، وخلي الرفض يحركك لقدام مش يكسر هدفك. ومع كل رفض كنت بدور على مخرج، والمخرج جه من كلمة واحدة ألا وهي فلاتر. في 2018 ظهر اسم جديد فلاتر، ما كنتش متخيل الكلمة دي هتغير مستقبلي كله. المصادر كانت نادرة، دوكيومنتيشن ناشفة، كورسات قديمة، لكن لقيت فيه حل المشاكل النيتف فقررت اتعلمه. بدأت انزل مشاريع على جيت هاب، حضرت ميت ابس وايفنتات جوجل. مرة رجعت من ايفنت ومعايا نوتس مكتوبة بخط ايدي، معلومات مش لاقيها في اي مصدر على الانترنت اصلا. حسيت ان دي الميزة، تكون في قلب المجتمع المهتم بالتكنولوجي دي. المؤتمرات والايفنتس ممكن تكون اهم من الكورسات، هناك بتتعرف على معلومات وناس، ودي العلاقات اللي ممكن تجيب لك اول فرصه. وخليني اقول لك ازاي كنت بذاكر فلاتر رغم ان المصادر كانت قليله جدا وقتها. كنت بستخدم نظام 3-2-1، 3 ساعات بقرا في الدوكيومنتيشن، 2 فيتشرز جديده اطبقهم،
واحد بوست الخص فيه اللي اتعلمته على لينكد ان. النتيجه الريكروترز بداوا يشوفوا ان الشخص ده ليه وجود اساسا، وبالفعل بدا يجي لي عروض شغل. لازم تعرف ان التعلم مش انك تخلص كورس، التعلم انك تبني وتعمل دوكيومنتيشن وتشارك، واللي بيشوف ده ممكن يكون صاحب الفرصه اللي مستنيك. واللي ساعدني اوصل لاول شغلانه فعلا مش عشان اتعلمت فلاتر وبس، ولكن العلاقات. فمره حضرت ايفنت كان في القاهره، كان هدفي الوحيد ان اعمل نتوركينج واكون علاقات كتير في المجال. اتعرفت على شخص شغال مع ستارت اب امريكيه صغيره، هو نفسه كان هيمشي وقرر يرشح لي مكانه. فدخلت الانترفيو معاهم متوتر بس مجهز، والحمد لله ربنا سترها معايا. كان عندي بروجكتس على جيت هاب والدنيا في لينكد ان الى حد ما تمام، وكان بروجكت فريلانسنج كده سندوني شويه، والنتيجه ألف مبروك اتقبلت. وصلني ايميل we're excited to have you on board. قفلت اللابتوب حرفيا دموعي نزلت، ما كنتش مصدق نفسي. فخلي بالك العلاقات في المجال ده تفتح لك باب عمرك ما كنت تحلم بيه. خليك دايما حاضر، خليك دايما متعرف على ناس، وخليك دايما جاهز علشان لما الفرصة تيجي تكون مستعد. بس استنى، اول 3 شهور ما كانش فيه مرتب. الشركه كانت لسه ستارت اب، وبالمناسبه اللي كان عاملها طلبه في اخر سنه في امريكا. فالاتفاق ان اول 3 شهور تدريب وتجهيز. كتير كانوا ممكن يرفضوا، لكني قررت استثمر وقتي. اي حاجه تشيل الفراغ الموجود في السي في، وهو احسن من قعدتي وهو شويه خبره. بعد 3 شهور والحمد لله بدات اقبض فعلا. التجربه كانت ريموت من البيت، وده طبعا كان تحدي كبير بالنسبه لي. انا قاعد في مصر بشتغل مع ناس في امريكا. الفكره لوحدها كانت مرعبه ومبهجه في نفس الوقت. وخلي بالك اول مره اتعامل بشكل تقيل كده بالانجليزي، ستاند ابس بالانجليزي، بلاننج وكل حاجه بالانجليزي. فالموضوع ما كانش سهل على واحد عارف ان ووتر هي ميه. احيانا لازم تستثمر وقتك وخبرتك قبل الفلوس. انا دايما بقول اول سطر في السي في يسوى اكتر من اول مرتب، وصدقني اوقات كتير الخبره بتبقى اهم من الفلوس على الاقل في الاول. ومع الوقت الشخص اللي كان بيترفض عشان ما عندوش خبره دلوقتي بقى بيدير فرق في شركات دوليه. اتعلمت تكنولوجيز مختلفه، ASP.NET، بليزور، بايثون، تايب سكريبت، ده غير الاندرويد نيتيف وفلاتر، وكمان مؤخرا الاي او اس نيتيف. كبرت في شركات مختلفه، بدات امسك فرق لحد ما بقيت تيك ليد. ومن شاب بيدور على فرصه بقيت انا اللي بساعد اني اوصل الفرص لغيري. لازم تعرف ان الطريق مش سهل، بس كل مهاره جديده وكل تجربه صغيره بتبنيك. اهم حاجه انك تستمر. الخلاصه، انت مش محتاج خبره عشان تبدا اول شغل، انت محتاج بورتفوليو حتى لو صغير، سي في ولينكد ان متحدثين ومتظبطين، جيت هاب مرتب، علاقات تقيله، اساسيات قويه، والاهم ما تستسلمش. عايز اقول لك انا بدات من تحت الصفر، والحمد لله انا النهارده بقيت تيك ليد، وانت كمان تقدر وتبقى احسن كتير كمان. قولوا لي بقى في الكومنتات ايه اصعب حاجه بتقابلكم في طريق اول شغل برمجي، وما تنساش تظبط لينكد ان من الفيديو اللي في الجنب ده. وبس يا سيدي، سلام.